أنا أحمق، أعوذ بالله. أنت أحمق ونص. والله 50 بوصة ما بتكفي لهيك لمة ناس. وين بدنا نجيب حق ال75؟ خليك معقول. لكن روح اشتري شوال رز يطلع غليان لأنه تسكر مضيق هرمز. هلا أطرق راسي بالحيط، يعني أنا شو دخلني بهالسوالف؟ مستو سماع هالسمعة قال مستغرب ليش غلي الرز بعد ما سكروا مضيق هرمز. بزمتك هالغضبان مو نص أجدب؟ مو نص أجدب، هاد أجدب كامل. أخي هات اشرح لنا باعتبار أنا أجدب. حبيبي غضبان، هلأ نقطة دم توقف بشريان القلب عندك، شو بصير فيك؟ شو بصير؟ بتموت يا فهمان. شو يعني؟ هيك مضيق هرمز يا أخي يعتبر شريان أساسي لنقل النفط بالعالم، بس يتسكر بيتكركب اقتصاد العالم قش لفة. هلأ شقفة هالكوع بيعمل كل هاد. انت مفكره كوع مثل الزابوقة اللي بالحارة؟ والله بتدهشني بجهلك. لك هذا عرضه بيطلع شي تقريبا 90 كيلومتر، يعني أعرض من الشام كلها. لكن ليش عم يضحكوا علينا ومسمايينه مضيق؟ والله صدق اللي قال لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. أنا أحمق، أعوذ بالله. أنت أحمق ونص. خلاصة الحديث، أنا دايت خلائي من هالمضيق وجاي عبالي قوم كسر هالقهوة عروس أصحابها. وهيك يعني بيفتح المضيق يا فالح؟ لا، بس بفش خلقه.